بعد مواصلة ضرب وتعذيب وإهانة لمدة أسبوع زوج بينهي حياة زوجته. يا ترى إيه الحكاية؟ يلا بينا عشان أحكي لك، بس يا ريت فضلا منكم وليس أمرا يا ريت تعمل لايك وشير كتير للفيديو، عشان اللايك بتاع حضرتك بس بيساعد إن الفيديو يظهر لكل الناس، ولو مش متابعني هيكون شرف ليا إنك تتابعني عشان يوصلك كل فيديوهاتي الجاية. ويلا بينا مع بعض نبدأ. إيه اللي حصل بالتفاصيل في أصل الجريمة؟ اللي ظاهره قدامكم في الصوره دي هي بنت من محافظه الاسكندريه، متزوجه من شاب برضه من محافظه الاسكندريه من منطقه محرم بيه. اهلها بيتهموا الزوج ان هو قتل بنتهم. طب ايه اللي حصل وايه اللي يخليكم تقولوا الكلام ده؟ اخت المجني عليها قالت ان اختي مسكينه وهو جه خطفها من البيت من عندنا وحبسها في البيت عنده لمده اسبوع. هو انا ما اعرفش ازاي يعني زوج بيخطف مراته، بس ما علينا. الاخت قالت طبعا ان هي اللي خطفها لمده اسبوع كامل ضرب واهانه وتعذيب، وده طبعا بعد الكشف عليها الطبي اللي اكد فعلا اللي هي عندها اصابات بالغه ومتفرقه في الجسد، وكمان حليقه للشعر، يعني تقريبا كده يعني حلق لها شعرها او وقع لها شعرها. ده غير كمان اقوال الاخ اللي قال ان اخته كانت مرعوبه اخر مره بيكلمها فيها وبيقول لها حاولي تهربي، قالت له انا ما اعرفش اهرب منه ومش عارفه اهرب منه، خصوصا ان هو مدمن مخدرات، وكمان خلى اخته تبقى مدمنه. وده طبعا كلام الاخ مش كلامي. قال ان اخته بقت مدمنه وهو اللي وصلها لكده، ان اخته طيبه زياده عن اللزوم. ده غير كمان ان هو كان متعود ان هو بيجيب اصدقائه يعني رفقاء السوء بيطلعهم المنزل عنده او الشقه عنده عشان يحول حياتها الجحيم. طبعا بعد كل سماع الاقوال دي تم القبض على الجاني اللي هو الزوج، وطبعا بيتم التحقيق معاه، ولكن في انتظار لسه تقرير الطب الشرعي اللي هو هيفصل اللي هو النهائي، عشان طبعا يعرفوا ايه سبب الوفاه. طبعا ربنا يرحمها ويصبر اهلها على فراقها ويا رب يرجع لها حقها، ولو هو فعلا عمل كده يبقى حسب الله ونعم الوكيل فيه. وفي بس كده كلمتين عايز اوجههم لكل اخ واخت مقبلين على الزواج، ودول طبعا بره الموضوع نهائي. لو انت اخ او اخت مقبلين على الزواج، لو انت فاكر ان الزواج هو متعه فقط تبقى غلطان وما تتجوز، لان الزواج هو متعه ومشاركه وثقه، وكمان تكون مسؤوله منك مساءله كامله. وغير كمان ان في كلام ربنا بيقول ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. موده ورحمه. فلو انت ما عندكش الموده والرحمه اللي انت هترحمها بيها، او هتكون مثلا راجل يعني بتحافظ على مراتك في غيابها وفي حضورها في وجودها في اي وقت، ان انت حاميها ان انت تكون سند وظهر ليها، يبقى ما تتجوز. ولكل اخت برضه فاكره ان الجواز ان انت هتطلعي من بيت اهلك خلاص هتهربي من تنظيف الشقه والمواعين والكلام ده كله، لا 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 لا. وفاكره انت مثلا هتخرجي وتتفسحي، الجواز ما هو الا برضه يعني حياه حلوه وحياه مره، فالمره برضه لازم تعيشيها مع